السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يسعد صباحكم يا رب، انتوا وكل العالم اجمع يا رب. ربنا يحل ايام كل الناس. طيب يا جماعة، في حاجة مهمة جدا اللي هي الصرف بتاع القصص. التربة لو تقيلة والصرف سيء النبات هيموت. اي حاجة في الدنيا محتاجة صرف، الانسان بيصرف. الاراضي الزراعية دي بيبقى فيها صرف، يبقى نبات القصص. انا اشتريت قصيص من بره والنبات لسه جديد، انا بتاكد من فتحات الصرف وبتاكد ان التربه خفيفه. والله لو هنقل بتاكد من وسع فتحات التصريف كويس جدا الجديده في القصيص الجديد. بحط شويه حصى ان امكن، شويه كسر طوب احمر في القاع. زلط لا، يعني كسر الطوب او السن علشان خاطر بيمتص الرطوبه وبيمتص. لو حطينا اي عناصر ما بتنزلش مع الميه. فلكن الزلط، ما الزلط لا، الزلط ممكن يسمح بمرور العناصر انها تعدي من فتحات التصريف. يبقى طبقة سن، طبقة حصى او طبقة حصى. وبحط التربة بتاعتي، لو زرع خارجي تراب اسمر الرمل، لو زرع داخلي برضو مهم ان انا اشغل فتحات تصريف مهما كان التربة خفيفة. وبنشتغل بالكوكوبيت ونسبة رمل خفيفة او بيتموس وبرلايت واحجار بركانية. المهم ان فتحات التصريف تبقى كويسة. وصباح الفل. ممكن بتصبح عليك وهي دفيانة ومش عايزه تقوم مش عايزه تتحرك عشان الجو سقع شويه. كل سنه وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير يا رب، وكل العالم اجمع بخير. السلام عليكم. شيتوس. تعال.